السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة موروكو ستاديوم. جيناكم اليوم بأجواء مباشرة من ورش الأشغال في ملعب طنجة، واللي كيشهد واحد النشاط الكبير في هذه الأيام، خصوصا مع بداية رفع أول هيكل من هياكل تمديد السقف. اليوم ترفع أول جزء من السقف الجديد اللي غادي يغطي مدرجات إضافية، وهذه العملية ماشي غير تقنية، ولكن كتدل على أن المشروع غادي بخطى ثابتة. الهدف من هذا التمديد هو تحسين ظروف المشاهدة للجماهير وحمايتهم من الشمس والأمطار، وهذا الشيء كامل كيواكب المعايير اللي كتفرضها المنافسات القارية والدولية. اللي مميز اليوم هو أننا شفنا هياكل كثيرة جاهزة وموجودة على جنبات الملعب، كلها كتسنى دورها باش تركب في المكان المخصص لها. يعني الأيام الجاية غادي تعرف وتيرة أسرع في التغطية. من غير السقف الواجهة الخارجية حتى هي فيها تغييرات واضحة. الأشغال تقريبا سالات في الغالبية ديال المساحات، وباقي غير شوية ديال البلايص اللي مازالين كيخدموا فيها. وفي المقابل كاين تجريب الشاشات الإلكترونية اللي ركبوهم في السور الخارجي، وهاد الشاشات غادي تعطي منظر زوين بزاف خاصة في الليل. زيادة على هاد الشيء خدامين كذلك في صباغة الأعمدة ديال المدخل الرئيسي باش كل شيء يبان منسجم في الألوان والتصميم، وكيعطي الملعب طابع احترافي يليق باسم طنجة وبالمغرب كامل. الصراحة اللي كيتابع المشروع من الأول غادي يلاحظ التقدم الكبير اللي وصل ليه، وهذا الشيء كيبين أن ملعب طنجة غادي يكون واحد من أفضل الملاعب الإفريقية، وممكن حتى ينافس على الصعيد العالمي، خصوصا مع اقتراب كأس إفريقيا للأمم 2025. خليوا لينا رأيكم في التعليقات، واش كتشوفوا هاد التطورات كافية باش نكونوا في المستوى؟ وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم، وتبقوا معنا ديما في قناة موروكو ستاديوم باش يوصلكم الجديد أول بأول.